اهلا بيك صديقي الغلبان في قعدتنا الحلوه دي. النهارده عايز اتكلم معاك في موضوع شاغل الكره العالميه الفتره اللي فاتت. تعال نتكلم فيه النهارده بالبلدي كده. العنصرية يا صديقي، العنصرية اللي بدأت آخر فترة تضيع متعة ماتشات كتير من غير سبب. أكيد سمعت عن آخر ماتش ريال مدريد ضد فالنسيا واللي حصل لفينيسيوس جونيور، اللاعب اللي لو في فرقتك هتبقى أسعد واحد بالفرجة على المتعة اللي بيقدمها، لكن لو في الفريق الخصم هتتمنى إنه يتمحى من الوجود. ده اللي اتعودنا عليه، إنك بتكون كاره للاعب المميز في فريق الخصم ومغلول وعندك حقد كده اتجاهه. بس اللي ما تعودناش عليه فعلا إن احنا نبدأ نهاجم عرقه أو لون بشرته. فينيسيوس جونيور اللي جماهير المستية وجهت له ابشع الالفاظ والشتايم، وكلهم في الملعب كانوا بيعملوا صوت القرود كتريقه على لون بشرته واصله البرازيلي. كل ده فرقتهم كسبانه وفينيسيوس ما عملش اي حاجه مستفزه حتى، مع ان حتى ده مش مبرر. حاله زي دي ما كانتش اول مره مثلا، وما كانتش من جمهور متعصب لفرقته فنقول ان ده هي الجمهور ويعدي. من سنه كده طلع بيدرو برافو رئيس رابطه الوكلاء الاسبانيين في لقاء صحفي وقال ان لو فينيسيوس عايز يرقص خليه يروح يرقص في ساحات ساو باولو في البرازيل، طالما بتلعب في اسبانيا لازم تحترم الخصم وما ترقصش زي القرود. تخيل يا صديقي ان جمله زي دي طلعت من شخص مسؤول مش من مشجع لفريق الخصم حتى. ده حتى الموضوع ما وقفش عند كده، وكنا دايما بنقول ان اللعيبه بتدعم بعضها ضد حالات العنصريه. فطلع كوكي قبل الديربي بتاع مدريد بكام يوم وقال ان لو فيني قرر انه يرقص في ملعب المتروبوليتانو هيحصل مشكله. صاحبي يعني جريزمان بيعرف يرقص احسن مني ولا ايه؟ عشان يرد فيني عليه في الملعب ويروح يجيب اسيست جون المكسب لريال مدريد، ويروح يحتفل هو ورودريجو في الكورنر قدام جماهير الاتليتي، ويروح ينزل الصوره ويقول انا ارقص اينما شئت. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. الدوري الاسباني مليان بلاوي كتيره يا صديقي. الفكره ان هم كل مره بيبتدعوا طريقه جديده في العنصريه، كل اللي فالحين فيه ان الليجا تدعم اوكرانيا ضد الحرب الروسيه. الاسباب فعلا ما رحموش البرازيليين، واكتر حاجه هتكون فاكرها ليهم هي لقطه داني الفيش لما الجمهور رمى عليه موزه وهو بيلعب كورنر. قال لك احنا لسه هنعمل صوت قرد وبتاع، ارمي عليه موزه وخلاص وهو هيفهم. بس فعلا رد داني الفيش كان رد عبقري الموقف زي ده، خد الموزه من على الارض وكلها ورفع الكورنر عادي خالص. ولما اتسال عن الموضوع بعد الماتش قال ان كويس، ده انا اصلا كنت فاصل ومحتاج شويه طاقه. حرفيا الموضوع ما كانش فيه شخصنه مثلا ضد البرازيليين بعينهم، ده كان مع البشره السوداء بعينها، وشفنا ده مع لعيبه كتير زي اللي شفناه اللي حصل مع ايتو في برشلونه في ماتشهم ضد ساركوستا لما قرر ان هو يمشي ويسيب الملعب وما يكملش اللقاء، وجماهير اتلتيكو مدريد اللي تعودنا عليها وشتمت لاعب ليفانتي ديوم لحد ما الراجل كفر برضه وقرر انه يسيب الملعب ويمشي. حرفيا عمرنا ما شفنا لاعب بيسيب الملعب مهما كان رد فعل الجمهور اتجاهه، عشان احنا متعودين على التعصب العادي اللي هو جزء من روح المنافسه، بس تحوله لعنصريه بتاثر على اللاعب لدرجه انه بيقرر انه ما يكملش الماتش حتى. ولا تقول لي بقى ما بتعرفش تتصرف تحت ضغط جماهيري ولا كل الكلام الاهبل ده. بس لو كنت فاكر يا صديقي ان جماهير اسبانيا جماهير عنصريه وزباله فانت ما تعرفش حاجه عن جمهور الدوري الايطالي. جماهير الدوري الايطالي البيتزا والباستا لحسوا دماغهم، ده تقريبا جماهير كل الفرق قدمت لقطه عنصريه تجاه اي لاعب في الفريق الخصم يحط جون، سواء الجون ده بقى كان مهم او كان الفريق ده غريمه او لا، المهم هنقدم لقطه عنصريه وخلاص. زي لوكاكو اللي اول ما راح للانتر في تاني ماتش ليهم في الدوري راح حط جون في كالياري عادي، ماتش عادي جدا ولسه في اول الدوري، ولكن جمهور كالياري اهانوا وعملوا صوت القرود في الملعب. مش دي المشكله، ما احنا عارفين ان ده اللي غالبا بيحصل وبيكرروه دايما، ويا ريتها تيجي على قد كده. والمفروض بقى ان جماهير فرقتك تواسيك وتدين الموضوع ده وشويه الكلام الحلو اللي احنا عارفينه. هوب تلاقي ايه بقى؟ مجموعه الكورفا نورد اللي هي واحده من الروابط المشجعه للانتر بتطلع بيان اوله جميل وشويه مواساه وطبطبه على لوكاكو، وبعدين يقوموا قايلين ايه بقى في اخر البيان؟ ان احنا في ايطاليا بنستخدم بعض الطرق كده عشان نساعد الفرق بتاعتنا انها تضغط على الفرق الثانيه، وان احنا بنحاول نخلي المنافسين متوترين، مش حاجه ليها علاقه بالعنصريه، لكن بس عشان نعمل شويه مشاكل للاعيبه المهمه عندهم. وقالوا كمان انهم مشجعين للانتر
الانتر وان هم مجموعه متعدده الاعراق وان هم ياما استقبلوا لعيبه من مختلف الاجناس، ولكن الطريقه اللي انت تعرضت لها يا لوكاكو احنا استخدمناها في الماضي والحاضر وهنستخدمها في المستقبل. لا والله، يعني انت بدل ما المفروض تواسيه وتطبطب عليه رايح تقول له معلش ده العادي؟ لا، وكملوا قالوا ايه، لو انت عايز تحارب الموضوع بجد انزل حاربه في الشوارع الايطاليه نفسها مش في الملاعب، لكن لو عايز بقى تطبقه في الملاعب فانت كده هتقمع حريتنا احنا نفسنا كمشجعين للانتر ان احنا نوتر لاعبين الفرق المنافسه. بجد ايه الجنون ده؟ حتى جمهور فريقك بيقول لك يا راجل كبر مخك دي شعارات وبنوتركم، مش مشكلتنا ان بشرتك لونها اسود، سيبنا نشجع وسيبهم يشجعوا وما تبقاش دراما كوين. قمه العبث حقيقي. انا فعلا مش عارف ازاي لوكاكو قدر يكمل في الدوري الايطالي بعد الكلام ده، وساعتها ديمبا با مهاجم تشيلسي السابق ما قدرش يمسك نفسه وقال انه للسبب ده عمره ما فكر يلعب في ايطاليا، وانه بيدعو كل اللعيبه ذات البشره السمراء ان هم يسيبوا انديتهم في ايطاليا، مش عشان الجماهير وبس، عشان راحتهم الصحيه والنفسيه ومستقبلهم الكروي. تفتكر الموضوع اتقفل مع لوكاكو بعد كل الصياح اللي بقوله لك ده؟ لا، ده اتكرر بدل المره مليون مره. اخرهم في نص نهائي كاس ايطاليا ضد يوفنتوس لما جاب لوكاكو هدف التعادل للانتر في الوقت بدل الضايع، وده كان في وسط كل الشتايم اللي بيتلقاها طول الماتش، وراح لوكاكو عند جماهير يوفنتوس وعمل الاحتفال ده عادي اللي شفنا لعيبه كتير قوي بتعمله. نتفاجئ ان الحكم رايح يديله الانذار الثاني والطرد عشان شايف قال ايه ان الاحتفال ده مستفز. طب مش الموضوع بقى استفزاز في استفزاز، ودي حلاوه الكوره ومتعه الدوري الايطالي؟ وما تمنعوناش بقى من العصبيه والكلام الحلو بتاعنا ده، خلاص سيبوا الراجل يحتفل. وفعلا بعدها رفع الاتحاد الايطالي العقوبه واترصد عدد من المشجعين اللي هتفوا باهتافات عنصريه ضد لوكاكو واتمنعوا خالص من دخول الملاعب لمده ما تعلنش عنها. تحب اعرفك بقى اصلا ليه جماهير الانتر ما بتحبش تعترف ان الموضوع ده غلط وان هو عادي؟ لان هم نفسهم عملوا الموضوع ده قبل كده مع واحد من اكتر اللعيبه اللي العنصريه دمرتهم، ماريو بالوتيلي. ماريو بالوتيلي اللي لما كان بيلعب في فرقتهم كانت اداره الانتر مستاءه جدا من هتاف جماهير يوفنتوس ضده، واللي طلع ساعتها التراس يوفنتوس ورفض ان هو يعتذر للاعب وقال ان ده مجرد رد على قله ادب اللاعب والموضوع اتلم واتكروت وخلاص. وبعد كده راح ماريو بالوتيلي في صفقه مجنونه للغريم التقليدي اس ميلان عشان ينسى جماهير الانتر كل الكلام ده ويوجه له نفس الهتافات العنصريه على لون بشرته ويعمل له اصوات القلوب. مع ميلان بقى محدش فعلا كان بيسمع عليه، كل الجماهير اهانت بشرته وكونه من اصول افريقيه، جماهير روما ولاتزيو ويوفنتوس وانتر، بس اكتر واحده فيهم كانت مؤلمه لناس كتير كانت في مباراه اس ميلان ضد نابولي لما كان ماريو بالوتيلي كان قاعد على الدكه وحتى ما كانش بيلعب، ومع ذلك الجماهير ما كانتش ناسياه، كان الموضوع بقى مجرد موضوع شخص، وكان بالوتيلي قاعد على الدكه بيسمع كل ده لغايه ما في لحظه انفجر من العياط من غير ما يدي اي رده فعل اتجاه الجمهور. ضغط نفسي وعصبي لاي انسان لمجرد انه لاعب من الفريق المنافس ولمجرد انه لاعب لون بشرته غير لون بشرتي، شيء مؤذي لابعد الحدود. عايز افهمك ان بالوتيلي قصته مع العنصريه قصه طويله قوي، وانه واحد من اللعيبه اللي تعرض للعنصريه في كل بلد وفي كل حته رجليه لمست فيها ارضيه الملعب، بس كانت اشهرهم واللي كانت ايكونيك قوي لما كان في انجلترا مع مان سيتي بعد ما هرب من الانتر والهجوم اللي حصل له في ايطاليا، وكان بيواجه نفس المشكله في انجلترا، كأن المشكله ملهاش علاقه ببلد او بعرق معين، لا دي مشكله عالميه لازم نوصل فيها الحل، لدرجه ان بالوتيلي وقتها اتجن وقلع التيشيرت عشان نشوف ساعتها اللقطه المشهوره بتاعت واي اولويز مي، وكانت وقتها صوره مضحكه والناس كلها بتستخدمها كميمز، لكن بالنسبه لماريو بالوتيلي هو سؤال كان بيطرحه لنفسه بجد. طب ده حاجه على الجماهير الانجليزيه اللي بتتريق على البشره السوداء دي، الجماهير الانجليزيه دي هي الجماهير اللي ادانت جماهير بلغاريا في ماتشها الودي ضد منتخب انجلترا، انهم ازاي بيتريقوا على لعيبه المنتخب الانجليزي السمر. والله زي ما بقول لك كده يا صديقي، واللي هو ازاي انتوا ما عندكوش قلب كده يا بلغاريين. قصص العنصريه ضد البشره ما كانتش هي بس القصص اللي ماليه الملاعب العالميه، شفنا كمان عنصريه ضد اللاعيبه المسلمين في الملاعب الاوروبيه، اخرهم كانت في الدوري التركي لما تريزييه لاعب ترابزون سبور التركي جاب جون في نادي فنربخشة الثاني في الدوري، وراح عشان يسجد شكر لله بعد الجون عشان يعدي لاعب فنربخشة سامت ايكيدين قدام تريزيجيه وهو ساجد ويتف عليه في مشهد في قمه القرف، وكل اللي عمله اللاعب انه طلع بيان وقال ان الموضوع اتفهم بشكل غلط وان هو تف غصب عنه في الناحيه دي، وان النادي هو اللي كبر الموضوع والكاميرات هي اللي زودتها، وان انا غلبان يا حرام وكنت بتف على تريزيجيه بالغلط وهو ساجد. لعيبه كتير اتعرضت للعنصريه بسبب جنسيتها العربيه او ديانتها المسلمه في الملاعب الاوروبيه. محمد صلاح اللي كانت بدايته في الكره الاوروبيه بعد بازل في الدوري الايطالي اللي احنا اتكلمنا عنه عن بجاحه جمهوره، وحتى في الدوري الانجليزي مع ليفربول اتعرض لاحداث عنصريه كتير جدا من الجمهور المنافس، بس كان في ردود صارمه جدا في الدوري الانجليزي ورصد المشجعين اللي بيمارسوا العنصريه ومنعهم من دخول
المباريات، واللي حتى بدات تقل مع الزمن ومع استمرار صلاح مع ليفربول بسبب الصوره المشرفه اللي بيقدمها محمد صلاح في الملاعب الانجليزيه، واللي بتشير بعض الاحصائيات ان من ساعه ما صلاح راح ليفربول ونسب العنصريه تجاه المسلمين حتى بره الملاعب قلت بشكل كبير، بالذات ان محمد صلاح ما كانش بيدي اي رد فعل لاي عنصريه بتحصل له، وكان بيتعامل مع الموضوع باحترافيه وذكاء. الموضوع ما وقفش عن انه مجرد لون بشره او فرق عرقي او فرق ديني، لا ده الموضوع كبر وبقى خلافات سياسيه بين دول اوروبيه، وكالعاده مثالنا هيكون عن الدوري الايطالي. بيانيتش اللي كان وقتها بيلعب مع يوفنتوس وكان ماتشهم مع بريشيا جاب هدف الفوز لفريقه في الدقائق الاخيره، وبدا جمهور بريشيا يوجه له الاهانات والشتيمه ويوصفوه بالغجري لمجرد انه اصله بوسني، وشويه خلافات سياسيه كده بين ايطاليا وبوسنا والهرسك مالناش دعوه بيها. طب بجد العنصريه سابت ايه؟ لون بشره، عرق، دين، سياسه، حتى الناس اللي في مناصب او حكام او رؤساء انديه او روابط تشجيعيه او حتى لعيبه زمايل، ما لقيناش من ولا واحد فيهم ردود افعال تذكر لمنع حاجه زي دي، لا ده احنا لقيناهم بيشاركوا كمان في حاجات زي دي ليها علاقه بالعنصريه ويمكن بشكل بجح اكتر. العنصريه يا صديقي هي مرض متفشي في كل بلاد العالم، حتى احنا في بلادنا العربيه بنمارس عنصريه ضد لعيبه الفرق المنافسه، زي ما شفنا قبل كده مع شيكابالا اللي ياما اتهان واتشتم بسبب ان اصوله نوبيه ولون بشرته صمت، وتعرض لشتايم وحتى خطف العرض لمجرد لون بشرة ابنه. قمة في القذارة، مش مجرد زي ما الطليان بيقولوا ان هو مجرد تعصب وحب الناديك، ده عدائية وغل وكره وتدمير نفسي. اللعيبة كتير اتعرضت لده لانهم في الاول وفي الاخر بره الملعب بشر زيهم زينا، محتاجين يمارسوا حياتهم الطبيعية في الشارع من غير ما يتعرضوا لاي اذية هم او اهاليهم. وفي اخر الحلقة حابب اوجه لك نصيحة ليا وليك حتى لو كانت ملهاش علاقة بالكورة، حاول تقلل تصرفاتك العنصرية اللي اتعودت انك تعملها مع صحابك او زمايلك، سواء كان لونهم او اصلهم او منشأهم او شكلهم او جسمهم او اي حاجه فيهم. وخلي الفيديو ده مجرد مثال لشرح الاذيه اللي بيتعرض لها الناس بسبب حاجات اصلا مش في ايديهم. كفايه دراما لغايه كده يا صديقي، ولكن حبيت اديك شويه نصايح كده في اخر الحلقه بالبلدي كده. ما تختلفيش هوانا خلاص ما